عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. بقالنا فتره كبيره ما بنسجلش ولا بنعمل حلقات. معلش، الفتره اللي فاتت كانت الدنيا مش احسن حاجه، ودلوقتي بقى عندنا قناه على اليوتيوب وعلى كل الحلقات، وان شاء الله الفتره الجايه نحاول ننزل كل فتره. خلينا بقى في حلقه النهارده. خلينا نفترض مثلا واحد قريبك عامل مشكله مع واحد جاره، ومتخانقين مع بعض وضاربين بعض ويعني عاملين مشاكل الدنيا، وانت عايز تنقذ قريبك ده. فجاره عنده محل، هل مثلا هتروح تشتري منه او هتروح تساعده او تديله اي حاجة؟ اكيد لا. فدي بداية كلامنا، ان خلينا نتفق ان شعب فلسطين ده اخواتنا وقرايبنا وصحابنا وكل حاجة. فانت ما ينفعش تروح تساعد الناس التانية. فخلينا نبدأ نشرح واحدة واحدة، وانا بايدي ايه اصلا اعملهم لهم. يعني انت حرفيا مش بايديك اي حاجة ان انت تعملها غير ان انت تتكلم عليهم، قطع الناس والمنتجات اللي بتدعم الشخص اللي بيأذيهم. لان انت دورك ان انت تنصر اخواتك، سواء عشان هم عرب، علشان جيراننا، علشان مسلمين. كل حاجة بتدل ان انت لازم تساعدهم، سواء شرعا او حتى بفطرة او اي حاجة. لان بعيدا عن اي حاجة دينيا او كده، انت اصلا الشخص ده بيتأذي، وانت مفروض تساعد وتنقذ اي حد بيتأذي. زي موقف الناس كلها من روسيا والغرب، ان هما بتوع حرب ودخلوا اوكرانيا وعملوا مشاكل وي وي وي. لما دي نفس الفكرة دلوقتي، الدولة الصهيونية دي بتضربهم، بتعذبهم، بتمنع عنهم الاكل والشرب وكل حاجة، ومحدش منهم قادر يتكلم ولا ياخد موقف منهم. هي ديت سياسة يعني عالم كله، ان هم بيدعموا الناس دول، عايزين يقفوا جنبهم. انما انت كده كده عربي ومسلم، فانت مالكش اي 30 لازمة معاهم. دوري ايه في اللي بيحصل ده وازاي اقدر اساعدهم؟ هو انك تتكلم عليهم، وان انت تقطع المنتجات بتاعت الناس الوحشة دي. يعني اقطع اكيد، يعني ان انا ابعد عن كل الحاجات اللي هم بيعملوها والمنتجات، وما اشتريش منهم ولا ادعمهم ولا اديهم فلوس ولا اعمل اي حاجة للناس، حتى سواء مش منهم بس بيدعموه، سواء عرب او غير عرب. لان احنا دلوقتي حتى العرب ذات نفسهم والناس اللي معانا في الدولة، في ناس منهم بتدعمهم وبتساعدهم وتديهم حاجات وفلوس. اللي هو انتوا في ايه يا جدعان؟ انتوا بتدعموا الشخص الغلط اصلا. يعني انت المفروض تدعم اخوك، انما انت رايح للتاني. كم من الناس اللي كان بيتكلموا على القضية الفلسطينية ويقولك احنا عايزين نجاهد ونروح نحارب ونعمل وندمرهم ونعملهم. طب انت مش في ايدك ده، طب ما تقاطع يا عم. انا اعرف ناس كتيرة منهم كده، اللي هو انا لازم اعمل لفلسطين واساعدهم واقف جنبهم ونروح نحارب الدولة التانية ونعمل، وهي مش دولة اصلا. انما يجي عند المقاطعة يقولك لا انا قاطع ليه ومنتجات ومش عايز والكلام ده. تعالى نعرف بقى النهاردة ايه حكاية المقاطعة ديت والدنيا دي، وهل هي فعلا بتساعد ولا ما بتساعدش. اول حاجة، هي اكيد بتساعد، واي حد يقولك غير كده يبقى بيضحك عليك. هي مفيدة وبتساعد، ولها دور وتأثير عليهم اكبر مما تتخيل، سواء بفلوس، سواء ان انت بتوصل لهم رسالة، سواء اي حاجة. كون اصلا ان انت بتعمل الحاجة دي عشان تنتصر لمبادئك واخلاقك وصورتك قدام نفسك، اللي هو والله انا مش في ايدي حاجة، بس كل اللي في ايدي ان انا اساعدهم بالطريقة دهيت، وهي ديت اللي انا شايفها اقدر اعملها مثلا او حاجة. وده حرفيا ابسط حاجة ممكن تعملها، فانا هعملها ليه؟ علشان انا صورته قدام نفسي، والحاجات اللي انا مؤمن بيها بتحتم عليا ان انا اعمل كده. تعمل ايه المقاطعة فيهم؟ هتخسرهم فلوس ومكانة ودعم. وانا دلوقتي الشركة ديت اللي بتدعمهم وبتديهم كل حاجة، لما تلاقيك مقاطعهم وبيخسروا مش لاقيين ان هم يصرفوا، اكيد مش يعني اكيد هيجيلهم فلوس من العالم كله. بس الفكرة ان خسارتهم كبيرة، فبدل يقولك انا بحقق مثلا ربح وليكن 5، دلوقتي انا بحقق 2 بس.
فانا مش هديك مثلا او هديك جزء قليل خالص لكاد يكون لا يذكر. تعالى فكر فيها بالعقل كده، انت دلوقتي مع بداية المشكلة اصلا انت ليه كنت بتدعمهم وبتديهم اكل ببلاش؟ يعني انت بداية الموضوع ان ماك نزلت ان هم هيدوا وجبات ببلاش للجيش بتاعهم واكل وشرب ويعملوه. ليه انت بتدعمه اصلا؟ ما كنتش تنزل ولا تبعت ولا ليك دعوة. انت دخلت نفسك في حاجة انت مالكش دعوة بيها. فعلى الرغم بقى من ان التانيين اصلا ما هو بيتضربوا وبيطحنوا وبيحصل لهم كل المشاكل والحاجات الوحشة اللي بتحصل، ولا بتدعمهم ولا بتديهم حاجة ولا بتقف جنبهم ولا حتى بتتكلم عنهم. ديت الطريقة اللي بتمشي بها كل الشركات، يا كل الشركات بتدعمهم وبتديهم، سواء بيبسي ولا كوكاكولا ولا شيبسي ولا ماك ولا اي حاجة ولا كيفسي حتى. كل المنتجات ديت والحاجات ديت تدعمهم سواء بفلوس وبالخبرة وبكل حاجة هما بيعملوها. انما بيجوا عندك انت ويعملوا فيها المشكلة ان لا انا مش هدعم شخص بيتقتل حرفيا. من الناحية دي لا، هي المقاطعة هتخسرهم وفلوس ودعم وحاجات كتيرة قوي وهتبقى كلها كويس. الناس بقى بتيجي تتكلم وتبرر ويقولك اصل ديت شركات معمولة في مصر وبتصنع في مصر ومش عارف ايه. لا، طب ما نسبتهم الاكبر بتروح للشركة الام، الشركة الرئيسية. هو دلوقتي انا لو المنتج اللي معمول في مصر ده منهم بيروح كله مثلا لمصر انا موافق، انما انت اصلا نسبة كبيرة منها بتروح للشركة الرئيسية اللي بتدعمهم وانت بيطلع لك جزء صغير في الاخر. فده اكيد مش مبرر ولا موقف ان انت تتكلم عليه. وان انا بقى بدمر الاقتصاد وبخرب بيت الناس ومش عارف ايه. طب ايه اللي هيخرب الاقتصاد فيها؟ انا بشجع ناس تانية منتجات مصرية احسن ما اشجع منتج جاي لي من بره. انا حرفيا ما عملتش اي حاجة في الدولة ولا في الاقتصاد ولا في اي حاجة فيها، لان انا بشجع منتج تاني وانا مش بقطع كل حاجة عشان ادمرها. لا، انا بقولك المنتج ده والله جاي لي من بره وانا متضايق منه ومش عايزه، فانا هشوف منتج تاني. والناس اللي فيه يروحوا يشوفوا اي شغلانة تانية او حاجة. وانا عارف في ناس منهم هيخسروا شغلهم وكده، بس اكيد في شغل تاني في المصانع المصرية. زائد بقى ان اكتر حاجة ممكن تكون منطقية في الدنيا ان انت دلوقتي عندك منتج ده مقاطعة ومحدش بيحبه. لما تغير الاسم وتخليه منتج مصري وتشيل خالص الحاجة اللي بره وتخليه منتج مصري، وانا ساعتها هشتريه واكون مبسوط بيه وهكون مبسوط بيك انت وترتفع في نظري واقدرك اكتر. زي بالظبط ما عملوا في المنتجات بتاعه روسيا. هي روسيا اول ما حصل المشكلة ماك فرحة قوي طلعت منها والبيبسي وكل حاجة وقطعوا. ايوه، طب ما ساعتها بقى المحلات، الراجل اللي ماسكها قام فتح محل جديد وسماه اسم تاني. قال لي ناس صحابي في روسيا بيقولك هي اصلا روسيا ديت مقاطعة البيبسي والماك وكل حاجة وفي اسماء تانية فيها. ان دي نفس الفكرة. يعني دلوقتي انت عندك الشخص ده ماسك العلامة دي، يفسخ العقد يا عم ويطلعهم وملوش دعوة بيهم. والمحلات اللي موجودة كده كده والناس والخلاطات وكل حاجة يسيبها ويغير اسمها ويخليها منتج مصري 100% ويدعم القضية الفلسطينية. وساعتها انا اقولك شكرا وتسلم وهقدرك وهدعمك وهاكل منك وهعمل كل حاجة. انما ان انت تبقى تبع الشركة اللي بره ومصر على رأيك وبتفكر في كده وعايز تمشينا على مزاجك، فلا. الناس تقولك مقاطعتها هتعمل ايه يعني وانا اللي هعمل الفرق وانا اللي ما لو كل واحد فعلا فكر ان هو لوحده مش هيعمل حاجة، خلاص ما ناكل ونشرب ممكن. انما انت بتفكر وانا بفكر وانا بفكر، فكلنا لما نيجي نقاطع هتعود علينا كلنا ان هي هتخسرهم وهتعمل فعلا فرق. انما طول ما انت بتتكلم كده وبتفكر بوجهة سلبية فانت كده حرفيا بتنام على بطنك. انت يعني ملكش اي 30 لازمة. عامل شبه الحيوانات بالظبط، كل همك ان انت تاكل وتشرب وتتمتع بالحاجات اللي هما بيعملوها وخلاص. انما مبادئك وافكارك نصرة لاي حاجة ما عندكش. انما انت اهم حاجة عندك ان ناكل واشرب واظبط حالي واكبر دماغي من اي حاجة تانية. بقى انت دورك في
في اللي بيحصل ده او اي حاجة في الدنيا عموما. احيانا بيبقى اصلا المنتج المصري ده احسن من الاجنبي كمان او مساوي له. في ساعات بيبقى السعر غالي، بس انت بتدفع التمن ده. دي بقى التنشيط الاقتصاد والحاجات. ما انت لما يبقى السعر غالي الناس يعني اللي بتتكلم على الاقتصاد وكده، لما سعر يبقى غالي هتدفع ضرائب اكتر، هتدعم الاقتصاد اكتر والكلام ده. او حتى علشان انت انتصارك، او يا عم لو متضايق من السعر او اللي انت شايفه كده ما تشتريش خالص. انما ان انت تتضايق من المنتج مثلا عشان سعره مثلا اعلى من التاني وتروح تشتري التاني عشان اللي هو انا بضايق فيكو يعني وكده، لا يا عم خليك. هي مش مثلا حاجة اساسية في البيت، ما مش هينفع تعيش من غيرها ولا هتموت يعني. لا، ده كلها منتجات تعبانة اصلا ومضرة بالصحة وفيها بلاوي ومواد كيميائية ومواد ضارة وبتدمر كل حاجة فيك. فابعد عنها يا عم وما تشتريهاش خالص، وريح صحتك وريح فلوسك. مقاطعة هنا مش مقاطعة شهرين 3 وخلاص، لا مقاطعة على طول. خلاص انت شخص وحش وبتعمل حاجات من قلب 60 نيلة، انا ولا هدعمك ولا انت هشتري منك ولا هجيب منك حاجة، واحس ان انا هاخد موقف. انما بجد انت لو ما خدتش موقف دلوقتي وعملت حتى ابسط حاجة ان انت ما تشتريش حاجاتهم، هتاخده امتى ولا هتعمل ايه؟ يبقى فين بقى دورك انت؟ لو كنت تفكر فيها من كل النواحي، هو حرفيا محدش خسران في الدنيا غيرك انت. ان انت بتخسر فلوس وصحتك، وان انت ما بتدعمش اخواتك وبتقف جنبهم وبتدعم ناس تانية، فانت حرفيا انت الخسران. انما هما المستفيدين ان انت ما تقطعش وتفضل تشتري منتجاتهم وتعيش على مزاجهم عشان تفضل عبد لهم وماشي وراهم في كل حاجة. عشان كده في البداية كانوا عاملين يعملوا اوفرز وتخفيضات وحاجات، وكانوا متضايقين اوي عايزين يعملوا اي حاجة علشان يضيعوا عليك دماغك ويخلوك تمشي وراهم. الفكرة اصلا ان كده كده سواء انت مسلم او مسيحي، وفي ناس يهود ذات نفسهم مقطعين وضد اللي هم بيعملوه وبيتكلموا عنهم. انت كشخص عربي ومسلم مش عايز تقطع، يعني اليهودي اصلا يعتبر زيهم، مش زيك وبيقاطع، وانت اللي بتعمل كده. انت المفروض مهما كان واي منتج تقطعه وتبعد عنه. مش هقولك اي حاجة، كفاية صورتك قدام نفسك واحساسك ان انت والله انا ده اللي اقدر عليه فانا هعمله عشان لما اقف قدام ربنا، او حتى بيني وما بين نفسي ما احسش ان انا متضايق من نفسي ولا ان انا ما عملتش. في ناس مش في دماغها خالص وما بتحسش، بس احسك انت ان انت لا انا انتصرت على نفسي، ان منتصر لمبادئي وافكاري واحساسي باخواتي اللي هم بيتعذبوا ومش لاقيين ياكلوا. انما اللي بيحصل ده وان احنا مكبرين، في ناس كتيرة مقاطعة، بس في ناس فعلا برضو كتيرة مش مقاطعة وبتاكل وبتشرب وعايشين حياتهم وشايفين ان هم كده الصح وان هم كده بيضروا في البلد وبيعملوا حوارات كبيرة. لا، انت كل اللي انت بتتكلم ده في الفاضي. قول ان انت مش عايز تقاطع عشان تاكل وتشرب ويبقى كل حياتك زي البهايم، مش في دماغك اي حاجة غير مصلحتك انت ونفسك واكلك وشربك وخلاص. انما الانسان الحقيقي هو اللي له مواقف ثابتة وافكار وحاجات بتدعم عشانها وبتحارب عشانها علشان تنتصر ليها. مش اللي هو لا انا مش في دماغي اي حاجة غير نفسي ودنيته وخلاص. وزي ما قلنا ان كده الاقتصاد مش هيبوظ ولا حاجة هتبوظ، لان في 5000 حل وافكار كتيرة ممكن تعملها عشان تنقذ نفسك. انت ابسط حاجة خالص زي ما قلت تعمل شبه روسيا، تقاطع وتخلي كل المنتجات اللي عندك تغير اسمها وتبقى منتج مصري، وساعتها والله محدش هيتكلم ولا هيقولك لأ، وهيتبسطوا بيك وهيفرحوا وهيشتروا من عندك. فالموضوع بسيط. كون ان انت بقى مش عايز ومبسوط باللي انت فيه وعايز تفضل تبعهم، يبقى ساعتها ما تزعلش مني ولا تقولي اصل انا كده بضر حد ولا بعمل حاجة. هو اللي بيضر نفسه ومش عايز يصلح ولا عايز ياخد موقف، فخلاص خليك زي اول ما المقاطعة حصلت والناس كلها بدأت ما تاكلش من ماك. لو جيت بصيت على كل الفروع بتاعته هتلاقي يافطة ان ماك المصرية بتدعم القضية الفلسطينية ومش عارف ايه 100%. فاللي هو انت هتشتغلني
ما كله اصلا بيروح للام. انت كده ما بتعملش حاجه غير ان انت بتضحك عليا وبتقولي كلمتين عشان ادخل اكل، وفي الاخر فلوسي هتروح للشركه الام عشان انت باسمها. فانت ما تقولش كده ان انت شركه مصريه 100% وبتدعم ومش عارف ايه. لا، انت ما تغير بقى الاسم ده خالص وتخلي، طالما انت بتدعم ومبسوط قوي بالحكايه ديت، غير بقى الاسم وكون فعلا منتج مصري 100%، وكل فلوسك او كل الفلوس اللي انت بتدخلك تروح لك انت والعمال والناس اللي شغاله معاك، وتفتح اكتر. ساعتها انا هكون مبسوط وهاجي اكل عندك وهدعمك وهتبسط جدا. انما ان انت تبقى ماشي على هواهم وزي ما انت وعايزني انا اللي اغير افكاري واقولك دي بتدعم واروح اكل من عندك، لا طبعا انا مش ساذج للدرجات دي. وكون ان حد بيضحك عليه وشايف ان سواء ان هي بتدعم او مصرية او ان هو كده مش فارق معاه، انت عندك حاجة غلط. انت كده بتتساق زي البهيمة، اي حد بيقولك كلمتين بتصدقهم وبتمشي وراهم وخلاص. انت متأكد ان الشخص والله ده وحش وبيدعم وبيفكر في افكار تانية، وكل فلوسه بتروح لحاجة اللي احنا عارفينها اللي بتموتنا وبتأذينا. فما تجيش بقى تقولي حاجة تانية. انت كده الحاجة اللي انت متأكد منها اصلا بعتها. يعني انت مفيش حاجة متأكد منها اكتر من كده، وبتحاول تلغوش وتكبر دماغك عشان بس تاكل وتشرب وتعيش حياتك بيها. يا اخي يعني ما تشتريش خالص، روح كل من اي حد تاني مصري. اخر الكلام انت حر، عايز تقاطع قاطع، عايز ما تقاطعش وتاكل وتعيش حياتك براحتك. بس هي الفكرة في حاجة، مش هقولك بقى لازم ومش عارف ايه وهتخانق معاك، لان ده مفروض دورك ودماغك من غير اصلا ما حد يكلمك. بس خليك في حالك بقى، ما تجيش تكون انت اصلا اللي غلطان وفيك المشكلة ودماغك من قلب 60 نيلة، وتيجي تتريق على المقاطعين واللي واخدين موقف حقيقي وتتكلم عليهم وتعمل نفسك انت اللي فاهم، والله انا اللي جامد وانتوا اللي فاضيين وبتقطعوا ليه ولازم تاكلوا وتشربوا وعادي وما فيهاش حاجة. لا، يبقى خليك في حالك بقى وابعد عننا وتسكت وخلاص. انما هتعمل لي فيها بتفهم وانت الصح وتقعد تتريق على الناس اللي بتقاطع وتتكلم عليهم وتعمل حملات ضدهم، والشغل اللي بيحصل ده ان انت تروح مثلا وحصلت قدامي ان رحت سوبر ماركت بقول له حاجه مش مقاطعه مش عارف ايه، فانتوا فاضيين والشعب المصري مش عارف دماغه فين، وكده كده المنتج بيبسي ده مصري ومعمول في مصر. الكلام اللي احنا عارفينه ده كله علشان يخليك تشتري منتج المقاطعه. فوالله طالما انت بتتكلم كده، والمشكله انا رحت له بعد فتره لقيت عنده حاجات اللي مش مقاطعه، اللي هي منتجات مصريه عاديه خالص. عندك سيناكولا وماكسي وبلانكو وفي 7 ومنتجات بالهبل وكلها حلوه وكويسه وتتشرب وزي الفل. فما تكونش انت اصلا عمال تتريق وتتكلم، ولما تيجي الناس تقاطع تلاقيك جايب منتجات مصرية عشان تكسب وخلاص. يبقى خلاص تسكت بقى خالص، يبقى انت صهيوني ويهودي مع نفسك وما بتحبش حاجات المصرية تكمل عليها، او ان انت تحط جزمة في بقك وتقعد ساكت وما تتكلمش ولا تتريق علينا. انت مش بس بتعمل شبه اللي ما بيقطع، يعني اللي ما بيقطعش ده خلاص يا عم كل واشرب زي ما انت عايز. انما انت وصل بك القذارة ان انت تبقى صهيوني اكتر منهم، وانت بتدعمهم وبتشتري حاجاتهم ومش مقاطع، وكمان بتتريق وتحارب الناس المقاطعة. الصراحة يعني تستاهل الرجم، مش ابسط من كده. الموضوع مش سهل ولا بسيط، الموضوع فعلا كبير ويستاهل ان انت تعمل كل حاجة عشان خاطره. وابسط الحاجات ديت ان انت بس ما تاكلش وتشرب الحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمه ديت وتحاول تخسره. ويمكن حد بعد الحلقه ديت يسمع او يفهم او يحاول ياخد خطوه ونكون سبب في ان احنا نصلح دماغ حد ان هو يدعم القضيه واخواتنا ويحاول يبقى ايجابي اكتر من كده. وفي النهايه انا بشكرك جدا ان انت وصلت لنهايه الحلقه. اتمنى تفضل كويس دايما وتهتم بالمقاطعة وتفضل مكمل معاها لطول عمرك، وما تبطلش ان انت قاطع ولا انك
تبعد عن المنتجات بتاعتهم والحاجاتهم. وان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وغزة ويصلح حالهم ويديهم كل خير يا رب. متنساش تتابعنا على اليوتيوب، يعني دلوقتي بننزل حلقات عليه، وكل الحلقات هتلاقيها موجودة، وعلى الفيسبوك. وبس كده، سلام.